هنتكلم النهارده عن ايميل النكد. اعوذ بالله، ايه الفن ده؟ اللي هو ايميل المتابعه يعني. عارفين النوعيه دي من الايميلات اللي اول ما تشوفها تحس انها جايه لك مخصوص عشان تقرفك. اقعد يا عم القرف ده. الايميل اللي بيفكرك انك مش لوحدك وان حد في مكان ما مستني منك رد. يعني تبقى فاتح الميل بكل حماس، يمكن يكون حد بعت لك خبر حلو، تلاقي جمله تقيله على قلبك زي فولو اب بسيط بخصوص كذا، او نذكرك بلطف ان اخر ميعاد هو كذا. يا جماعه ده مش ايميل، ده كأن حد واقف على بابك وبيقول لك فين الحاجه اللي انا قلت لك عليها. وعندنا بقى انواع اللي بيبعتوا الايميلات دي. الهادي اللي يجيب لك الضغط، ده اللي بيبعت لك ايميل كل يومين وعامل نفسه مش مزعج، لا وتلاقيه بيقول لك مش عاوز ازعجك. يا عم ما تكمل، ما ازعجتني وخلاص. اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني، يلا حط صباره كده وخلص. او المباشر المتسرع، ده بقى اللي بيديك احساس ان انت شغال عنده، يبعت لك بعد 10 دقائق من الايميل الاولاني، ويبعت لك بعدها ايميل يقول لك بعت لك رساله شفتها يا عم ارحمني لو شفتها هرد. او بقى الدراما كوين، اي تاخير ممكن يعطل المشروع كله. يا عم اهدى، مشروع ايه اللي هيتعطل عشان ايميل؟ انا زهقت منك، انت منكد علينا كلنا ليه؟ طب اعمل ايه مع ايميل المتابعه؟ ما تطنشوش خالص، لان انت لو طنشت صاحب الايميل هيعتبرها دعوه مفتوحه، واستقبل بقى 10 ايميلات كمان. رد دبلوماسي على السريع، اشكرك على المتابعه، الموضوع تحت المعالجه وسارسل اليك التحديث قريبا. خليك صريح لو الموضوع مطول، وحدد ميعاد واضح للرد. من الاخر صاحب ايميل المتابعه بيكون متاكد ان حاجته هي اول حاجه عندك، وعمره ما اقتنع بحاجه تانية غير كده، ومحدش بياكلها بالسهل.